اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. وحشتوني كتير اوي. عارفة ان انا اتأخرت عليكم في الفيديوهات، بس والله فعلا انا تعبانة من اخر مرة نزلت فيها فيديو. انا كنت بقولكوا ادعولي، فمن بعدها وانا فعلا تعبان اوي. عشان عندي جيوب الأنفية تعباني، اي شوية هوا، اي شوية تراب، اي حاجة من دي بتزود لي الحساسية على طول، وبتتعب لي مناخيري والقلم بيفضل تعب لي، بعمل له صداع ووجعلي وداني ووجعلي سناني بيبقى حاجة صعبة، او خليني حتى لا قادرة اقوم اعمل حاجة ولا قادرة اتحرك من مكاني. هنا جوزي هو اللي كان بيشوي السمك، انا عملت السلطة وعملت الرز، وهو اللي والله اللي طبخ الجمبري، وهو اللي حط الاكل، هو اللي عمل كل حاجة. انا ما عملتش حاجة اكتر من ان انا غسلت الرز، كنت حتى بتكلم معاكم بحكيلكم، غسلت الرز وطبخته وعملت السلطة. اكتر من كده انا ما عملتش. هو والله الله يصلح حاله يجي طبخ السمك، لان طبعا الدخان اللي طالع من السمك هتتعبني اكتر، وانا اصلا كنت يومها كنت لابسه كمامه. يا جماعه انا لابسه كمامه طول ما انا ما انا قاعده اصلا يعني. ادعولي يا جماعه ربنا يخفف عني، وربنا يبعد عني وعنكم اي حاجه وحشه يا رب، وما تشوفش اي حاجه وحشه في اي حد بتحبوه، وربنا يسهل لنا ويسهل لكم اموركم يا رب. انا كنت عملت خضره، كان هو جايبها برضو، وحطينا مخلل وكده. جماعة متنسوش تحطوا اللايك وتكتبوا كومنت حلو وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات. بحبكم اوي على فكرة. وانا طبخت الرز، وهنا كان هو خلص الجمبري. بصراحة كان احلى شوية جمبري. اللي عايزة الوصفة يكتبلي وانا هقوله عليها. وهنا كده الاكل خلاص حطيناه، واشوفكم على خير في فيديو جديد وفيديو صغير كده، ومع السلامة.